تزوجت من دمية وأنجبت منها وفي الآخر اتخانت. فينك يا أستاذة رضوى الشربيني؟ بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب. أهو ميرفن روشا دي ينطبق عليها مثل رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. راحت تشتكي لأمها من الوحدة، وصل سنها ل37 سنة وما عندهاش لا حبيب ولا زوج. يعني هو انا كمني ماليش لا حبيب ولا قريب ولا غريب بيتعامل معايا كده؟ أمها تسيبها في وحدتها؟ أبداً. تعمل إيه؟ تجيب لها راجل منين في بلد أصلاً مشكلته إن الرجالة فيها أقل من الستات؟ أم روشا شغلت مخها وراحت عملت لها عروسة قماش على شكل راجل، أهو نص العمى ولا العمى كله. روشا عجبتها العروسة وسمته مارسيلو. الإعجاب اتطور بعد كده وقرروا يتجوزوا بعض. والله زي ما بقولك كده، أصلها لأول مرة تلاقي حد يبادلها الحب، لا وكمان يوافق يروح معاها كل المناسبات. عمره ما قال لها لأ، عمره ما قال لها أنا مش فاضي ولا سيبيني لوحدي زي باقي الرجالة، عمره ما قال لها مش قادرة أقوم أرقص معاكي. يا حزنك يا روشا يا أختي. روشا ومارسيلو عملوا فرح كبير، حضروا أكتر من 200 واحد من العيلة وصحابهم المقربين. وبعدها بكام شهر روشا بقى مش تتكن وتهدى على نفسها، لأ، حطت صورة ليها في مستشفى وقالت إنها والحمد لله ولدت بالسلامة، وإن الولادة كانت طبيعية واستغرقت 35 دقيقة بس. أما الطفل فكان طالع لأبوه معمول من قماش. مش عارفة بقى اللي ولدها كان دكتور ولا ترزي. روشا كانت عايشة أيام سعيدة وقالت إنها بتحب جوزها وابنها جداً وحياتهم هادية ومستقرة، لكن حتى الرجالة القماش ملهمش أمان. روشا الغلبانة الملهوفة على ابنها العيان هي بتقول إن ابنها القماش عنده فيروس خطير، وده شغلها معاه عشان تتفاجئ إن مارسيلو يستغل انشغالها عنه ويخونها. مارسيلو خاين كلهم مصطفى محمد. وصاحبتها اللي قفشته وعرفتها خيانته. يا اختي انت فاكرة إنه عشان قماشها يبقى ملك يعني؟ روشا المسكينة صرحت جوزها بخيانته بس هو أنكر. يعني كنت متخيلة إنه هيقولك أيوة أنا عروسة قماش وخاين؟ المهم يعني هي سابت له البيت وقالت إنها محتاجة فترة تفكر في هدوء عشان تحسم علاقتهم. هو مش هدوء قوي يعني، شوية تشوف رضوى الشربيني فتبعت له طلقني، شوية تشوف ياسمين عز فتقول وماله، ما هو قماش من خيوطه غرز وألف من بيجري وراه. ومن يومها ومارسيلو مرمي على الكنبة مستني. والله كل واحد دماغه مريحاه.